سلام الإخوة والأخوات، مرحبا بكم جميعا مع وصفة خديجة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. غادي نقترح عليكم هاد الحليوة اللي كتعجب الوليدات الصغار وكتعجب حتى الكبار لأنها كتجي لذيذة رغم المكونات ديالها البسيطة. عندنا كاوكاو، كنحمروه في الفران ولا في المقلاة وكنقشروه، ممكن نقشروه كامل ولا نقشرو غير النصف ديالو. كندوبو الشكلاط، ممكن نديرو الشكلاط الابيض ولا الاسود، اولا كنديرو الابيض والاسود باش نديرو هاد الحلوى بجوج ديال الاشكال. ممكن نضيفو حتى الزبيب لهاد المكونات حتى هو كيجي زوين. غادي ناخدو الكويرطات ديال الحلوى من بعد ما خلطت كاوكاو مع الشكلاط جيدا. غادي نعمرو دوك الكويرطات وغادي نحطوهم في الثلاجة حتى يجمدوا، وغادي نقدموا الحلوى ديالنا. بالنسبه لي انا كان عندي واحد شويه ديال الشوكولاط الاسود، درت حتى الاسود حتى هو صافي. عمرت الكويرطات مزيان، يعني حلوى، تقدروا ديروها في حتى لاخر لحظه، يعني كتجي زوينه باش نقدموها مع باقي الحلويات. صافي كناخد الطبق كنقاد فيه الحلوى ديالي وخديت هاد الحبيبات هادو. حاولت نزوق بهم الحليوات ديالي. هادو اختياريين، الا بغيتو ديروهم ما بغيتوش بلاش. وكنقادو الحلوى ديالنا في البلاطو وكنقدموها بالصحه والراحه. ونتمنى الاقتراح ينال الاعجاب ديالكم، وغادي نخليكم حتى نتلاقى معكم في فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.